ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. وحشتوني جدا جدا. طبعا بقى زهقنا من اللحمه بتاعه العيد، فقلنا النهارده نغير ونعمل بقى فراخ. عامله لكم بقى النهارده صينيه فراخ تحفه بجد، طالعه حلوه قوي قوي وبمكونات بسيطه جدا جدا هتعمليها، ومش محتاجه دبكه ولا اي حاجه. حاجات بسيطه في البيت هتعمليها وهتبقى طعمها تحفه وشكلها خطير زي ما انتم شايفين كده. هتعجبكم جدا جدا. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه جبت صينيه. طبعا انا غاسله الفراخ بتاعتي كويس جدا جدا ونقعها في ميه وليمون. جبت بقى صينيه حطيت فيها طماطم متقطعه مكعبات وبصل، وكمان كام واحد كده من الفلفل السبايسي، وقطعتهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهبتدي ان انا اتبل بيهم الفراخ. حطيت بقى بهارات، حطيت ورق لورا، حطيت حته معلقه توم كده حلوه، احط فلفل اسود ومعلقه من الصويا صوص وكمان معلقه من الخل. احط بهارات فراخ، بابريكا، فلفل اسود، مش هحط حاجات كتير يعني في التوابل. حطيت كمان معلقه من الكركم كده بيديني لون حلو قوي مع البابريكا. حطيت فلفل اسود. حطيت كمان كام واحده كده من الحبهان بتديني برضو طعم حلو قوي قوي. هنا كانوا جايبين لي اشرب لان الجو كان حر جدا جدا. المهم فحطيت كده الحبهان وحطيت توابل. هقول لك التوابل تاني ايه هي. فلفل اسود، معلقه صغيره من الكركم، بابريكا، بهارات فراخ، فلفل قلنا فلفل اسود. حطيت كمان ورق لورا وحبهان هيدوكي طعم حلو قوي قوي. كمان معلقه من صويا صوص. ودعكت كل الكلام ده مع بعضه مع حبه الملح. هجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما قلت لكم ان انا نقعاها نقعه حلوه جدا جدا في ميه وليمون وملح، بتخلي الفراخ تحفه، ما بتخليش فيها اي زفاره. هفضل بقى ادعك الفراخ بالتتبيله الحلوه دي وارصهم في الصينيه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله الفراخ طالعه تحفه. التتبيله دي بقى عايزه اقول لك كان طعمها احلى من الفراخ. يعني خدي كده من التتبيله من الخلطه دي كده على حبه رز، كانت فظيعه وكانت تحفه. هرص بقى كل الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا عامله على قد عدد الاسره اللي عندي، انت بقى براحتك الكميه اللي انت عايزاها. حطيت كمان الكبد والقوانص والزور بتاعها، حطيت كل يعني محتويات الفراخ كلها. وبعد كده هجيب بقى رشه كده من الفلفل الاسود. حطيت فلفل اسود على ملح كده، في عندي ملاحه بحط فيها فلفل اسود وملح، ورشه كده من فوق الوش عشان برضو تبقى متبله حلوه قوي قوي الفراخ. هجيب كمان بقى حبه زيت كده صغيرين احطهم على فوق الوش. وخلاص هحطها على النار تاخد كده بقى غلوتين ثلاثه لغايه ما احس ان هي استوت او دخلت في السوا، هدخلها الفرن. غطيتها وسبتها بقى ايه مع نفسها كده. تعالوا بقى نشوف هنا كمان هنعمل ايه. هنعمل صينيه بطاطس تحفه. جبت بقى بطاطس كده مقطعاهم طرنشات او جوليان زي ما انتوا بتحبوا. وحطيت بقى معلقه فلفل، معلقه ظبطت الملح بتاعها. احط كمان بهارات سبعه واحط فلفل اسود. واحط معلقه كبيره كده من الثوم. مش هحط اي بهارات تانية. حطيت ايه هقولك تاني. حطيت ملح، فلفل اسود، توم، حطيت بهارات سبعة وكمان حبة من البابريكا. ومش هحط اي بهارات تاني. الملح طبعا بتظبطيه على حسب ما انت عايزه. هنا التوم زي ما قلت لكم حطيت معلقه كده محترمه عشان تديني ريحه حلوه في الخلطه بتاعتي. وحطيت معلقه من هريسه الشطه، ده لو انت حابه. مش حابه حطي قرن فلفل اخضر وخلاص، يعني على حسب ما انت بتحبي. دعكت بقى كل الكلام الحلو ده كده دعكه حلوه مع بعضه. بحب ادعكه بايدي قوي قوي بقى كده، وادخل كل التوابل في بعضها. وعصاره كده البصل بتنزل بتخلي لك الاكل حلو قوي قوي. خلاص كده عندي بقى هنا مقطعه بطاطس طرنشات زي ما انتم شايفين. بتقطعيها بطاطس طرنشات متقطعه بسمك متوسط مش سمك كبير، عشان تستوي معايا بسرعه وما تاخدش وقت على النار. هحطها بقى على التتبيله اللي احنا عملناها التحفه دي، وابتدي ان انا اقلبها كلها مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا بحب اشتغل بايدي، ما بحبش البس جوانتيات ولا الكلام ده. انا بحب كل حاجه اعملها بايدي، لان انا طول ما انا واقفه في المطبخ ايدي تحت الميه على طول. جبت هنا بقى صينيه وحطيت فيها البطاطس اللي احنا عملناها دي بقى، وحبه البصل دول بقى مش قادره اقول لك بيسكروا صينيه البطاطس ازاي. حطيت كل الخلطه وكل البطاطس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. كانت عايزه صينيه اكبر شويه بس انا نقلتها بعد كده. وجبت بقى هنا دي طماطم عاديه خالص مطلعاها من الفريزر، زي اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، يعني مصفياها وكل حاجه. طماطم بس ما عليهاش اي اضافات حطيتها. وهجيب بقى كوبايتين 3 ميه كده حلوين، لان انا عايزه يبقى فيها دمعه شويه او سائل شويه. حطيت كده الميه بتاعتها بس حطيتها من الجناب عشان ما انزلش التتبيله من على الحاجه اللي احنا حاطينها. وحته زبده بقى كده حلوه احطها من فوق الوش، حته زبده حته سمنه اللي متوفر عندك حطيه. وبحب احط لها كمان رشه زيت بتخليها كده بتلمع وجميله. هتشوفوها معايا برده في الفيديو دلوقتي اما تخلص. تحفه طالعه تحفه. انزلي بقى كده بسرعه قبل ما تنسي حطي لي اللايك بتاع الفيديو وكومنت حلو كده يشجعني. هنا بقى جبت حله تانية على النار، حطيت بقى فيها حبه زيت ومعلقه كده كبيره من الزبده. حطيت الزيت بس عشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش. وهبتدي اعمل رز بشعريه
عادي خالص، بس ايه، يبقوا كده مفلفلين مع الاكله الحلوه دي. حطيت هنا حبه الشعريه وابتدي احمرهم اديهم لون جولد حلو كده، وننزل بعد كده بالرز بتاعنا على طول. ما تنسيش بقى يا بنات اللايك عشان الفيديو بيترفع بالله عليكم، وكمان تقولوا لي رايكم في الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها. ولو انت جديده وعجبك الفيديو اتمنى ان انت تعملي لي اشتراك وتدوسي على اللايك، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انزله ان شاء الله. هنا حطيت الرز بعد ما الشعريه خدت لون جولد حلو كده، وبدات اشوحه كده برده، ونزلت عليهم بالميه المغليه وحطيت الملح بتاعهم، يعني ظبطت الرز العقد بتاع الرز وكمان الملح بتاعه. هسيبهم بقى يغلوا كده، وبعد كده اول ما ابتدي تشرب اوطي عليه على نار هاديه خالص. هنا كانت الفراخ عندي بقى استوت خلاص، بقى عملت لها خلطه كده من فوق الوش. حطيت كده حبه طماطم من اللي هم كانوا في الفريزر، حطيت عليهم حبه ملح وفلفل وحبه زيت صغيرين، وهدهن الوش بتاعها زي ما انتم شايفين كده. دهنت الوش كده عشان يديني بقى اللون التحفه اللي انتوا هتشوفوه، كانك شاويه الفراخ دي، مش كأن هي الفراخ دي مش صينيه فراخ، دي فراخ مشويه، هتشوفوها طالعه تحفه. بقول لكم طعمها تحفه بجد، جربوا الخلطه دي هتعجبكم قوي قوي. حطيت كل الكميه اللي انا عملتها دي بعد ما دهنت الفراخ، حطيت عليها كده من فوق، ودخلتها على طول تحت الشوايه. خدت اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله طالعه لونها فظيع، ودايبه كده مستويه ودايبه. وكمان بقى البطاطس بصوا شكلها عامل ازاي تحفه. هنا بقى كنت خلاص حضرت الاكل لان كنا جوعنا بجد. ان بصوا الفراخ دايبه خالص ازاي، ما شاء الله حاجه بقى تحفه وتشرف. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وتقولوا رايكم في الكومنتات ان شاء الله.